مرحبا، يعطيكم العافية. حلقة اليوم تحكي عن ماليزيا وأندونيسيا، كونها وجهة صارت كتير مرغوبة بسبب دخول السهل لها بالنسبة للسوريين. الحلقة طبعا بداية برعاية شركة آفاق المسافر للسياحة والسفر. رح نحكي باختصار وبشكل مبسط جدا. ماليزيا اليوم سهل انك تفوت عليها، اللي هي عباره عن حجز منصه قبل 72 ساعه وتيكت طياره، واللي هي بين 900 لل 1000 1050 دولار، بالاضافه لحجز فندقي، وفيك تيجي على البلد وتفوت سياحه. بس الفكره اللي عم تصير انه صعب انك تستصدر اقامه. ليش؟ لانه في لها شروط معقده شوي، وفي لها شروط تكون شريك ماليزي. آه، اما بالنسبه للي عنده عائله ممكن يسجل طالب بس، ولكن البقيه حيشتغلوا بالاسود ويقضوا الوقت كله بشكل غير قانوني، فكتير اجوا ورجعوا. فصاروا يتجهوا باتجاه اندونيسيا، لانه فينك تعمل اقامه وراء نظاميه، بما انه كمان سهله استصدار الاقامه واستصدار الفيزا، وبتقعد بشكل قانوني بالبلد. فاليوم رح نحكي عن العيش وليس السياحه. طبعا البلدين بالنسبه للسياحه وجهه سياحيه كثير مرغوبه، اما بالنسبه للعيش فشويه امورها معقده. رح نحكي بتفاصيل اندونيسيا، بما انه ماليزيا صار الكل بيعرفها انه صعب كثير، والاجور كثير رخيصه. ما بتناسب انك تبدا حياه فيها، وحتقعد بشكل غير نظامي. لذلك العالم عم تتوجه على اندونيسيا. عم حاول استعجل قد ما فيني مشان ما اطول عليكم الفيديو. هلا بالنسبه للي جاي عم يفكر انه يقعد وظيفه يتوظف، الوظائف رواتبها جدا قليله. يعني اليوم انت لحتى توصل على اندونيسيا بدك اجار بيت حوالي 360 350 300، يعني من 300 350 دولار اجار شهري لسكن. بدك اكل وشرب كمان شيء 300 ل 350، فصار عندك من 600 ل 700 اقل حد لانك تعيش بهذا البلد كشخص لحاله وليس كعائله. اي وظيفه باي عمل باي مجال ما راح تطلعون، ما راح يعطوك هذا الراتب لانك تطلعون. فلذلك لا انصح لا بماليزيا ولا باندونيسيا. بالنسبه لحدا يجي يتوظف ما بنصح ابدا. وفي فيديوهات وفي جروبات كثير بتحكي، في شباب سوريين كثير حكوا وعطوا ملاحظات ونصحوا، وفي البعض ما بدنا نحكي عنهم لهم مآرب اخرى، بس كثير 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 حكوا عن هذا الموضوع، وهذا الفيديو خصيصا من شان الكل يعرف وين جاي. كسياحه، جوهره السياحه، بلد سياحي بجنن ماليزيا واندونيسيا. اما كعمل ما بننصح ابدا 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 انه حدا يجي يفكر بوظيفه. اما اللي معه راس مال جاي ليفتح شغل، فانا راح احكي هلا شوي على هذا المجال تحديدا. حنبلش بالمطاعم والكافيهات. تمام. بالنسبه للمطاعم والمأكولات العربيه او الغربيه، بما انه هي بلد سياحي، فعندك جاكرتا ممكن تعمل فيه شيء للعرب، ومطعم صغير تكلفته بين 30 ل 50 الف دولار. اما بالي بدك من ال 50 لل 100 الف دولار. بالي لانه بلد سياحي واجوره ومصاريفها اعلى بكثير. بالنسبه لبالي تحديدا، اذا حكينا بالسياحه ندخل شيء بيضم الاستثمار السياحي. عندك فنادق، بيوت ضيافه، فلل للاجار، ممكن تستاجر وتاجر بين 3 4 غرف من 70 لل 120 الف دولار. تمام. وضحت. عندك بقى اللي عم نحكي فيه، تاخذ شيء اوتيل استثمار بلوكات غرف بال 200 الف دولار. طبعا نحن بنشتغل بمجال السياحه، لهيك عم نحكي عن مجال السياحه شوي لانه نحن فيه. عم نحكي كمان على موضوع الزراعه. في لنا اصدقاء عم يشتغلوا سواء مصري، سواء عراقي، سواء يعني من عندنا اصدقاء عم نشوفوا شو عم يشتغلوا. اللي بيشتغل بزيت النخيل، بالقهوه، بالكاكاو، بالفواكه الاستوائيه، بياخذ ارض بيزرعها. طبعا هذا الحكي بده معارف، بده وقت، بده شغل، بده حدا بيفهم بالزراعه، بين ال 20 لل 40 الف دولار. عندك استثمار اكبر اللي هو التصدير مثلا بدنا نصدر فحم، نصدر كثير قصص. بدك تحكي كمان براس مال بين ال 50 لل 100 الف دولار. طبعا كل شيء عم نحكي عنه بدك تستصدر له اوراق خاصه فيه. يعني اذا بتشتغل بالسياحه تعمل ترخيص سياحي، بتشتغل بالتجاره تعمل شيء بالاستيراد تصدير، وتحط المنتجات تبعك وتحددها. كل شيء بده تخصص. الاوراق هون كثير مهمه كثير مهمه كثير مهمه. فاي شيء بدك تشتغل فيه بدك تتخصص فيه. اوكي، انت فيك تشتغل شغل انك تعمل شيء لإلك باسمك 100%، بس ولكن كل شيء بده ورق، كل شيء بده شيء مزبوط. انك تتواجد بعملك هذا هون ممنوع، مخالف. انت مستثمر فبتحط موظفين اندونيسيين هن بيتابعوا العمل، سواء محاسب او مدير او عمال مباشره. وهاي باختصار قصه اندونيسيا وماليزيا، ونتمنى التوفيق للكل. وشكرا لكم، ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم. مع تحياتنا لشركة آفاق المسافر الدولي للسياحة والسفر. يعطيكم العافية.